تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. قناتنا قناه ريفيه وهتبص يعني هننزل كل حاجه عن الريف. لو فيديوهات مثلا حابين فيديوهات خض الجربه هنزلكم خض الجربه ان شاء الله باذن الله. الفيديو القادم هيبقى خض الجربه لو قدرت يعني ان شاء الله باذن الله اروح عند الجماعه عشان الجربه عند بيت ابويا ونخض انا وامي. هنزلكم فيديوهات عن خض الجربه وهنزلكم فيديوهات عن حليب المواشي. يعني بقره تاني غربيه بقره بيت ابويا هنصورها معاكم ان شاء الله باذن الله. وهنصور لكم بقره بكريه. لا عندهم بقره بكريه ما تكفاش خلينا نكمل الفيديو. وعندهم بقره بكريه هنصور معاكم بقره بكريه ان شاء الله باذن الله كده. كل سنه وانتم طيبين. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله كده هنحلب معاكم البقرة دي وهنتعلم مع بعض ازاي بنحلب. بص البقرة هنا هوتي مستنية العليف. أنا حطيت لها بص فول صويا، حطيت لها أكتر من ملي ده فول صويا، بس عايز أعرف أنا إيه السبب اللي ما يخليها مش ما تاكل فول الصويا. صلى على النبي. بصي أنا مب عارفاها هنا في حاجات زي العليف اللي هي بص اللي زي عليف الدواجن دي ماشي. ده أما تبقى مركركة في المخول ولو مش هزة التبن. أنا بص اللي هو واقع في الأرض ده الهزازة اللي طالعة من التبن اللي هو جوه المخول تمام. لو مش هزاه كويس ما القاها مراكركة فيه ليه؟ لان ده بيبقى فيه ماده من تراب او لو انت مثلا اللهم صل على النبي لو انت زارعه لو انت زارعه في الجبل بيكون فيه طين ماشي. فانا بصي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نحاول. انا حطالها عليف على فكره بس هي مش اما تقبل العليف ده مش عارفه ليه. بس لازم احنا لما نخلط على كسر وما نخلط عليها اللهم صل على النبي ما نروح مخلطين عليها شويه عليف خشن. فانا هنا قلت هي حطيت لها العليف بصي مع انها جعانه ميته من الجوع بس مش قابله قوي. عايز اعرف الفول الصويا ده مخلوط عليه. انا هوريكم الشكاره لو حد يعرف الاعلاف يرد عليه. الشكاره دي اللي هي كان فيها الفول الصويا بص ها بتاكل فيه حاجات وتسيب فيه حاجات. ده الفول الصويا دي الشكاره اللي هي بتاعت الفول الصويا. انا فضيتها عشان اوريها لكم. على فكره هي جربت تخلص بس كل ما بصي كل ما احلفها بلقاها مركركه في المخول. بصي ده العليف اللي كان قدامها في عليف بصي بص في العليفه الخشنه قاعده والعليفه اللي هي بصي دي الخشنه مش جابلها وصل دي مش عارفه مكونه من ايه فمش جابلاها. فانا بص كل ما اجي اعلفها اما اروح لما القديم اللي قدامها ده القديم في حاجات مرسبه مش راضيه تاكله تمام. لو حد يعرف يقول لنا. بص انا علفاها ومش راضيه تبص على العلفه راح اجيب لها شويه كسر تاني واحطهم لها عشان هي مش اما تاكل غير حاجات في الفول الصويا وتسيب حاجات. ده يوسف اللي هو صورنا النهارده يا ريت تشجعوه وتدعموه علشان هو اللي بص صغير قد كيف وان شاء الله باذن الله يا رب يعرف يصور حلو وان شاء الله. اوعى والنهارده هنبدا معاكم الحليب وهنصور مع بعض الحليب وهقول لكم ازاي بنحلب البقره. بس يا رب يصلح حالها ويفتح شهيتها وتاكل. على فكره هي احنا العليف ده مش مرضى اخلط على العليف الخشن ما اخليه واحده علشان لو ما حبيتش تاكل احط لها شويه عليف خشن وشويه كسر وشويه عليف ناعم اللي هو يعني انا بص مع عليف اجيب حقن في الصبح عشان بص جايين في الصبح مطبقه ازاي يعني في الفجر بص التطبيق بص الحته دي فاضيه لازم الحته دي تبقى ملانه. لو انت هتعمل ايه لو انت هتعلفي ساعه شايفين مسيفه كيف يعني ظهرها باين. بصي هنا ظهرها باين هي بصي هنا عشان تحب حد يلعب لها يعني ظهرها ما تغير. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهنحلب مع بعض. بس ده نحطه هنا عند دارة البقرة. ولو دارة البقرة معفصة هجيب شوية مية واغسلها ماشي. بس يا ريت اللي حد يعرف الفول الصويا ده مخلوط على ايه يقول لنا عشان هي ما تاكل الفول نفسه. لكن العليفه نفسها اللي هي زي عليف المواشي ده مش بتاكل بتراكرك. ده المحلاب بصي هنا حاطينه في الزريبه يعني بصي هنحلب مع بعض. لازم يكون ناشف كده انا منشفاه دحكاه ولازم تدعكيه وتنشفيه من البوتاجاز. واغسل دارة البقره معاكم وهنكمل حليب. ازاي تحتيها ما كانش مطرب او انا مطربه والله مطربه على طول. يعني انا كنسه السطح وسطح الجيران ومحوشه في شكاير واكبه تحت البقر من اما تعوز ما اجيب لها اشكال. انا كنت متربه لها عشيه يعني في الصبح بس ساعات في الليل ما حطيتلهاش تدريب تاني لما بص ضرتها هي لانت ولمت وسخ وكده. فانا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ان انا احلب غير لما اغسلها وانضفها كويس وانشفها باي فرطه او اي فوطه او اي قماشه عشان ما تخرش منك وسخ في الحليب. بصي
انا عن نفسي والله يعني انا مش مخلي الحشا عندك، وزي ما انتم شايفين طبعا مش لاين قهوه. ده انا لما اجيب له كل يوم تتريب، يعني كل يوم شكاره كده احط. لو ما حطيتش كل يوم شكاره ما يلم منك، هي تعمل حمام ولا حاجه ما يلم. وكمان المعزات معاها في الحوش. المعزات ده انا مش بتاعتنا، بتاعت الجماعه يعني، بيت جوزي وكده، حاطينهم في الحشو كيف الزريبه ما نقول عليها الحشو. والنهارده احنا عشان اول حاجه نتعلم مع بعض الحليب. لو مش بتعرف تحلبي، اول حاجه هتمسك تدرج البقره كده، لازم تغسلها وتنضفيها. عارفه لو في الشتاء والميه مسقعه قوي هتجز منك البقره، تجز منك وما تقدرش تقدر. لكن الميه لازم تكون دافيه حابه كده، حتى يعني ما تكونش من اللي هي المسقعه قوي. ماشي كده. بص شايفين درجه البقره وهي نطفت وبيضت كيف وانا كده امال احنن فيها في نفس الوقت، بغسلها وبحننها كده، بحننها يعني لحد ما تتملي. هي كانت يعني فاضيه يعتبر. بص هنحلبها احنا دلوقتي يعني. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علفتها وسبتها شويه وهنحلب يعني. بص بسيبها تاكل شويه علشان ترضى تحلب يعني. اقفل يعني البقره بتخلص العلف عشان ترضى تحلب. اقفل اول ما تعلف فيها لا ما تقفلش. اول ما تعرفها بص ضرة البقره نطفت وبقت حلوه كيف ازاي. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه؟ هنحلب. هنبدا الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك فرطه هتنشف الميه دي واصله، ما تخليش فاهمه. بصي نطفتها اهم حاجه، ده اللي فوق ماليش دعوه بيه. يعني اهم حاجه هنا بضرها وحواليها كده لو في شعر ولا حاجه، لو تعرف تقصي الشعر ده كده عشان ما ينزلش منك. لو انت يعني ما تعرف مش ما تعرف تحلبي وما تحلبي جديد وما تلقي اللبن فيه شعر، تروح عامله له كده، تبل ايدك كده وتعمل له كده انك تقصي يعني، تقص حوالين الضهر. ماشي. هنبدا الحليب بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، وعايزاكم تشجعونا وتدعمونا كده، ويا رب البقره يهديها علينا وما تشلتش. بسم الله. اول حاجه عايزه تحلبي انت كده بلات الضره وغسلتيها ونضفتيها، هتمسك ايدك الاتنين كده كده. بص ايدك دي وايدك دي، ايدك واحده طالعه واحده نازله جوه المحلاب كده. المحلاب يكون مايل شويه كده تحت الضره عشان وانت ما تحلب ما يطلعش بره. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا على فكره دي من بدري محننه عشان ما تكون على طول. قلت لكم ده انا علفتها يعني، علفتها قبل ما افتح معاكم واصل الفيديو وسبتها كانت شويه بس اللي هو فول صويا ما كانتش رضيت تاكل. بعد كده حطيت لها شويه فول صويا تاني وحطيت لها شويه قليلين خشنين يخشنوا معاها. بس هي كانت يعني معلوفه طبعا يعني، كان قدامها علف تاني يعني مش على قد دول. هنحط لها اياها حقن في الصبح لانها بتبقى جايه جعانه، لكن في الليل لما تبقى جايه من بره مثلا واكله ربيع وكده مش جعانه قوي. صلي على النبي. بص لو الكمام كده فيها شويه تراب او غبار او اي حاجه من التبنه تنفضيها. على فكره يعني انا عارفه في قنوات كتيره عامله مشاهدات كتيره، في ناس يعني عايزاكم تشجعوني يعني وكده تدعموني. انا كنت عامله قناتين غربيه بس ما حصلش نصيب ان انا اكمل فيها يعني. الحمد لله حصلت ظروف وخلتني بعتها يعني بمبلغ حاجه بسيطه والله يعني، ما كملش غير حق التليفون اللي انا جبت اصور بيه ده، مع ان التليفون اللي بتاعته مش قوي برضه، بس يعني جبته عشان مساحه التليفون ده كان مغلبني والمساحه بتاعته كان نفسي يعني اكمل كده وقناتي تكبر ديكها، بس قدر الله ما شاء فعل. انا عارفاكم انتوا يعني هتكملوا معايا الفيديو الاخر وهتدعمونا وتشجعونا وتقفوا معانا كده اهوت علشان الفيديوهات بتاعتنا تنتشر. وزي ما انتوا عارفين كده لو اي معلومه انا عارفاها عن الحليب او عن اي حاجه مش هبخل عليكم بيها. في الاول وصل قلت لكم لو البقره شهيه هتعلفيها. لو انت لما تحلب اول مره تحلبيها هتعلف البقره، لو علفتيها هتقف حتى يعني ما كانتش شهيها هتقربك في العليف. تمام. احنا بقرتنا لا عارفاها ما كانش هتقف. وحاجه تاني لو جيت عند الدره الجوانيه هتشلد عليها، هتشوفوها لما نيجي ننزل تمام يا جماعه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله. انا حلباها من عشيه يعني قبل المغرب عشان احنا بنروح نصلي جام في الجامع. كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل رمضان يبيض عليكم. فحلباها من قبل المغرب ودلوقتي احنا هي في الصبح الساعه 7 او حوالي 7:30 يعني داخله على 8. انا عرفتها من بدري سبتها كلت شويه وجيتها احلبها. تمام. بصي الضره دي لو جيتوا عندها بتطرف هذه مش بتستحمل حد يمسكها. بصي بسم الله. صور هنا اهو. فاتح الكاميرا حبيبي
على فكره عايزاكم تشجعوا يوسف تدعموه كده علشان والله جدع يعني، ما يحاول معايا على قد ما اقدر. لما لقينا زعلانه ان انا القناه بتاعتي لسه ما فيهاش مشتركين وكده، قال يما انا هصورك وهعمل معاك لحد ما ربنا يكرمك حتى عشان خاطر يوسف. حطوا لك عشان خاطر يوسف وتعليق حلو كده منكم يشجع يوسف ان هو يصورني تاني. تمام. وانا هصور معاكم على طول فيديوهات حليب البقر وازاي تتعلم الحليب. بصي لو بقرتك متشلد وكده زي كده لازم تبقى واخده الحذر. شايفه انا بيني وبرد لها قد ايه شويه كده، حوالي اكتر من شبرين، عشان لو هي لما ترفص ممكن تيجي تشد رجلها تروح حطها في المحلاب. على فكره عملتها معايا كذا دور يعني، انكسرت لي جرده البلاستيك كنت محلف فيه، حطت رجلها جواه راحت مكسره. ودور تاني ضربتني برجلها دي في ركبتي، كانت قعدت يعني زرقاء وكم يوم. بس يا اللهم لك الحمد لقيتها انا هي. بس كنت عن ساعتها كنت عارفاها قبلها بشويه وخلصت العرفه وجيت نحلبها راحت مشلده عليا. لو ما عرفتهاش ووقفتها على العرفه مش هتقف. تمام. صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا الله بذكر الله واطمئن القلوب. كل سنه وانتم طيبين. ويا ريت لو وصلتوا معانا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. قناتنا قناه ريفيه وهتبص يعني هننزل كل حاجه عن الريف. لو فيديوهات مثلا حابين فيديوهات خض الجربة هنزلكم خض الجربة ان شاء الله باذن الله. الفيديو القادم هيبقى خض الجربة لو قدرت يعني ان شاء الله باذن الله. اروح عند الجماعة عشان الجربة عند بيت ابويا ونخض انا وامي. هنزلكم فيديوهات عن خض الجربة وهنزلكم فيديوهات عن حليب المواشي. يعني بقرة تاني غربية بقرة بيت ابويا هنصورها معاكم ان شاء الله باذن الله. وهنصور لكم بقرة بكرية. لا عندهم بقرة بكرية ما تكفيش، خلينا نكمل الفيديو. وعندهم بقرة بكرية هنصور معاكم بقرة بكرية ان شاء الله باذن الله كده. كل سنة وانتم طيبين وربنا يديم علينا وعليكم الخير. وقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهتعرف البقرة خلصت لبن ازاي لما اللهم صل على النبي. يعني النهارده رزقنا خلنا كده رضوان. يعني احنا قادرين يعني دلوقتي الساعة 8 شاشه من قبل المغرب يعني المحلات ده صغير. فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله بذكر الله يتمنى كله. كل سنة وانتم طيبين ويجعل رمضان ابيض عليكم. هتعرفي البقرة خلصت لبن ازاي. شايفة ايدي دي؟ انا ايدي دي يعني سريعة عن ايدي دي وبمعنى صح يعني. بصي هتعرفي خلصت ازاي. بصي دي كرمشت، بصي طلعت لفوق اما تروح الشد لفوق تاني زي ما كانت قبل ما تحمل كده تعرفي ان هي خلصت. شايفينها تبقى فيها شوية يعني تشطبتها اهي خلصت. ينزل الشغب صغير صغير مش مميرين زي اول الشغب اللي هو نعمله في المحلاب. ماشي. كل سنه وانتم طيبين. ويا ريت كده هويتي ما تنسوش اخواتنا المستضعفين في فلسطين في غزه في سوريا في كل مكان تدعوا لهم. واللي يقدر باي حاجه بصدقه ولا اي حاجه يقدر يشارك بيها مع اي حد يعني فقير، حتى لو اهل بيته حتى لو الناس جيرانه حتى لو اي حد كده ما يبخلش عليها. ولا اي واحده عندها مواشي تخلي عفاها لله. يعني لازم ممكن واحده جارتك ما عندهاش شويه لبن تطلعي لها بوق لبن. يعني هي كل يوم تطلع مثلا هي كيلو لبن منها لو فيها فضار. لو ما فيهاش فضار برضه حتى لو نص كيلو. ماشي. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير. وما تنسوناش في التشجيع كده منكم وعايزاكم تشجعونا كده عشان حتى نحلب معاكم قبل المغرب عشان نروح نصلي القيام في الليل ان شاء الله باذن الله. لما اقول لكم ده محوشين من قبل العصر ان شاء الله باذن الله يعني لحد دلوقتي الساعه 8. ويوسف زهد وعزيك. السلام عليكم.